نزلت مصر عشان استأذن منها أفضل مصري، فخليني أحكي لكم الحكاية. بعد لما خدت الجنسية الألمانية وبما إن ألمانيا سمحت بالازدواج، عرفت صدفة إن لازم تقدم على طلب سماح بالازدواج من مصر، وده بتبلغ بيه بالجنسية اللي أنت خدتها عشان تفضل محتفظ بالجنسية المصرية، وده طلب إلزامي لازم تقدمه. فكان لازم أسافر على مصر، منها أشوف أهلي وصحابي وآكل أكلتين حلوين، ومنها أخلص الطلب ده. لما نزلت على مصر عرفت إن أنا أقدر أقدم أونلاين على موقع الإدارة العامة للهجرة، وبصراحة ما كنتش مقتنع قوي، بس عملت أكاونت ورفعت الورق اللي مطلوب مني. بعد يومين بالظبط بفتح أشوف لقيت ناقص شهادة ميلاد جدي اللي هو الله يرحمه، بس اتصرفت فيها. المهم قاعد لا بيا ولا عليا، بعدها بيوم لقيت جايلي الموافقة ومعاد في نفس الوقت إن أنا أروح أوريهم أصل المستندات. وتسألني يا رزق إيه أكتر حاجة تكرهها في حياتك؟ أقول لك المشاوير الحكومية. أخدت بعضي وسافرت القاهرة وطلعت على العباسية في الإدارة العامة للجوازات والهجرة، ألاقي لك المكان متجهز ومكيف بقى وسلالم متحركة وناس واقفة بتوجهك تروح فين. المهم دخلت قدمت الورق، وكنت من ذكائي ناسي شهادة ميلادي أصلا، بس الموظف قال لي تقدر تعملها في نفس المبنى. نزلت خلصتها وأنا واقف، وبعد شوية انتظار لقيتهم بينادوا عليا أروح أستلم آخر ورقة ليا، وخلاص كده استأذنت من مصر إن أنا أفضل من ولادها. قلت أروح بقى أثبت إن أنا مصري وأبويا مصري بجد، وآكل كشري، وبكده أكون رجعت مصري من تاني.